ويا على حكاية اليوم كيف قاسية وعبرة كبيرة لكل مراهقة مطمعة هاد الدنيا وغير غدا وكتجري من موراها وكتضحي بالغالي والنفيس بذاتها بروحها بشرفها بشبابها على قبل الفلوس بمقابل حرام. صداقة سوء وطفولة فيها خلل وعدم الرضا بما قسموا مولانا هو حكايتنا الليلة، ضروري تسمعوها باش تستافدوا. صاحبة حكايتنا الليلة غادي تختار كاسم مستعار لها قمر. كتقول قمر: أنا بنت حي شعبي، الأب نتاعي توفى قبل ولادتي بشهرين لأنه تصاب بمرض في قلبه وما قدرش يتحمل هو يتوفى. عايشة مع الأم ديالي وخويا كبر مني ب3 سنين. الأب ديالي قبل ما يتوفى كان الشغل ديالو أنه كان في شراكة هو وشخص واحد آخر في حمام اللي بالقرب منه كان المنزل ديالنا. لكن لما توفى بابا فماما كانت في فترة ديال العدة اللي غادي يجي عندها الشريك نتاع بابا وطلب منها باش انها تخرج من ديك الدار لانه بغى يكبر الحمام. من بعد اشهر قليله غادي ننتقلوا نسكنوا من تحت الحمام، بمعنى انه الباب نتاع البيت ديالنا كان قدام الباب نتاع الفرناتشي فين تيسخنوا العواد باش يسخنوا الماء ديال الحمام وحتى الحمام. وهذه بالضبط كانت مرحله جد سيئه اللي عشنا منها. خويا الكبير كان اكثر واحد فينا ضررا، كان كل مره كيخرج من المدرسه ما كيجيش للدار، كان دائما تيوهم صحابه باللي انه داخل لواحد الدار واحده اخرى اللي هي كانت الدار نتاع الجيران، حيتاش ما كانش قابل باش انه يتنمروا عليه صحابه ويقولوا بلي انه ساكن مع عائلته في فرناتشي. كملت 3 شهور والناس غادي يجوا لعند الام ديالي كيطلبوا منها باش انهم يتبناوني، حيتاش كانت الظروف ديالنا صعيبه بزاف لدرجه كبيره. ماما فقدت بابا وعمرها ما كانت عندها تجربه خارج الدار انها تخدم. خويا كيقرا وانا في عمري يلا 4 أشهر. كل مره كانت كتجي عائله كانت كتطلبني باش انها تبناني مقابل واحد المبلغ مالي اللي كان مغري. كانوا تيحاولوا يقنعوا ماما بلي انها ما غاديش تقدر على هاد الوضعيه. خالي اللي كان ساكن قريب منا غادي يطلب من ماما باش انه يجي يسكن معنا، والمصاريف نتاعنا كلها من الاول للاخر هو اللي غادي تكلف بهم مقابل انها فقط ما تعطينيش لشي عائله. قبلت ماما وجا خالي يسكن معانا في هذاك البيت في الفران. كان عندنا 4 ديال السدادر بالحساب، كل واحد فينا كان شاد سداري وكانت الطبله في الوسط. كل مره كانت كتخرج لينا شي طوبه كتاكل لينا حوايجنا، وكل مره كان تيخرج لنا سراق الزيت اللي كان كيتسارى ما بيناتنا، لا شمس لا ضو. وفي الصيف كنا كنتعذبوا مع الحراره نتاع العواد. بقينا غاديين وسط هذه المعاناه وانا كنت كنعيط لخالي بابا فلان لانه منين بديت كنكبر وكنعقل بلي انه هو اللي كيوفر لي اي حاجه بغيتها. حتى غادي يجي يوم فين غادي يتزوج. ماما حزنت بزاف لانه كان بالنسبه ليها هو الرجل ديال الدار، كان مكلف بجميع المصاريف ديالنا ورغم العمل ديالو اللي كان بسيط جدا. ماشي بزاف غادي يجي صاحب الحمام باش انه يخرجنا من هذاك البيت. ما عرفناش شنو غادي نديرو لانه كان غير مرحب بنا عند العائله ديالنا وكانوا تيشوفونا بواحد النظره ناقصه لانه كنا فقراء ماديا. وهنا بدات كتقلب ماما فين اننا نقدروا نمشيو. بابا قبل ما يموت كان جمع واحد 6 ديال المليون باش انه يدير بها العمليه، وبما انه كان العيد ديك الساعه قرر تيدوز ويدير هاد العمليه. لكن شاء مولانا انه يقبض روحه قبل، وماما غادي تخبي ديك الفلوس حيت كانت عارفه بلي انه غادي يجي شي يوم فين غادي تحتاجهم وتوقف عليهم. كل مره كان مول الحمام كيدق على ماما تيقول لها خرجي خاصك تخرجي. وراجل خالتي كان قال لها بلي انه صاحب الحمام باقي في شراكه مع المرحوم اللي هو بابا، واذا باعوا لازم انه يعطيها الحق ديالها. غادي تفاهم يا وياه فعلا، ورغم انه ما عطاهاش المستحقات ديالها اللي هي كامله غادي تشد واحد البركه وغادي تبدا كتقلب فين اننا نسكنوا. انا ذاك كانت عندي 3 سنين. اثناء البحث ديالها على شي دار مناسبه للفلوس ديالها بمساعده واحد السيد اللي خدام في العقار غادي تتعرف عليه اللي كانت عاودت ليه على حالتنا الاجتماعيه وظروفنا. في اليوم التالي غادي يجي لعندنا، سولته واش انه لقى ليها شي دار، فاذا به غادي يطلبها للزواج وقال لها على اساس انه بغى يسترها ويسترنا حتى حنا ولادها ونكونوا ولادو. لقى الماما الدار وخلصتهم من مالها، شريناها وتزوجت بهذاك السيد اللي خدام في العقار حيت كان الهدف ديال ماما انها تجمعنا تسترنا تربينا ويكون عندنا اب اللي يعاونها علينا. واخا خويا الكبير كان عنده انا داك 11 سنه وكان ضد هذه الفكره ديال الزواج. غادي نسكنوا في هذيك الدار
وراجل ماما ما كان مخصص من حتى شي حاجه، اتتها من كل شيء من الاول حتى الاخر ودار لها الاصلاحات، وعشنا احسن ايام حياتنا في هذيك الفتره. وانا تنكبر على اساس انه هذا بابا وتيقول لي بنتي وعجبني الحال. داز عامين ونعم المعامله وتصاحب مع خويا الكبير وحقق لي اي حاجه كان باغيها وشرى لي اي حاجه بغاها. الناس كانت كتكسى من مناسبه لمناسبه، من عيد لعيد، حنا كنا كنتكساو من الشهر للشهر. ماما بقى خاصها حتى شي خير، واللي يدخل عندنا جيعان تيخرج شبعان ومحمل في يديه شي حاجه. حتى من خوالاتي وخالي اللي كانوا كيعطيونا ولات ماما هي اللي كتعطيهم. حياتنا تبدلت 360 درجه. من بعد 3 سنين دخلت الابتدائي. في هذه المرحله بديت كنلاحظ انه كل ما ماما دخلت للمرحله عزكم الله او خرجات وبقيت مع بابا او راجل ماما، كنت كنلقى انه كيقلب لها في حوايجه وحتى في حوايجنا. اي حاجه فيها الوراق كان تيقلبها وما كنتش كنعرف علاش. كنت كنمشي عند ماما وكنقولها ليها راه بابا كيقلب لك حوايجك كل نهار. هي كانت كتقول لي ما تقوليش هذا الكلام قدامه. هذا بابا او راجل ماما كان كل مره كيدي ماما لدار جديده وكيسولها واش عجباتك هادي ولا هادي، حتى لواحد النهار قال لها اش بان لك اننا نحطوا هذا الدار في البيع ونتحولوا لدار جديده اكبر من هذه. بما انه ماما ما ارتاحتش لهذه الفكره قالت ليه هذا الدار ما غاديش نديروها للبيع حيت ديال اليتامى، غادي نخليوها، واذا انت بغيتي تشري الدار شريها. ناض تيغوت وكيخبط عليها في الطبله وهو يخرج. مده اسبوع ما غاديش نشوفوه. في هذه المده بالضبط ماما بدات كتسول عليه صحابو، كانوا كيقولوا ليها هذاك الراجل راه نصاب ومعروف بهذا الامر. صدمات، قالوا ليها راه كيتزوج بارملات او بنساء ما عندهمش من غير راس مال خفيف، وكيوهمهم بلي انه انسان طيب وراجل وناوي الخير وكينصب عليهم. وما فهمتش القصه. من بعد الاسبوع اللي خبر فيه غادي يرجع وغادي يبدل معنا المعامله ديالو. ما بقاش كيتعامل معنا مزيان، حتى صلاته ما بقاش كيصليها اللي كان تيمثل علينا بها، وما كانش كيفوتها حتى شي نهار، وبدا كيخرج داك الحقد ديالو ببساطه لانه المخطط اللي خطط ليه ما نجحش ليه، ولا بغى يدير اي حاجه باش انه يدخل ماما للحبس. ودار الباب نتاع الدار 3 ديال القفوله وبدا كيتهمها باللي انه بغات تخونو مع واحد الجار ديالنا اللي كان ساكن بوحدو. المهم كان تيختار عليها الاسباب غير باش انه يشوف كيفاش يتفك منها. كثروا المشاكل، غادي يغبر للمره الثانيه اسبوع واحد اخر بلا ما يخلي حتى شي خبر، ولكن هاد المره غادي يرجع بخطه واحده اخرى. جاب تقضيه وطلبه ورجال خوالاتي وخالي على اساس انه ناوي يرجع مع ماما كيف الاول، وباللي انه غير الشيطان اللي غادي يتدخل بيناتهم. في هاد الفتره كان خالي بغى يشري واحد الدار، ومع هو كيفهم فهادشي ديال العقار غادي يتكلف، غادي تامنوا على فلوسها، لكن ماما غادي تنبهوا باللي انه غير نصاب واياك انك تثق فيه. لكن خالي غادي يدير داكشي اللي في راسو ونصب عليه في 10 ديال المليون. مشى يحماق لانه تكرفص باش يجمع دوك الفلوس وجدهم ليه ببروده وصدق ما شرى لا دار لا حتى شي حاجه. غادي يدير هاد الراجل ماما بزاف ديال الخطط، وهنا غادي يتفضح عند الجميع باللي انه نصاب. تفكينا منه ومشى في حاله. انا داك كانت عندي 7 سنين. من جديد غادي نعاودوا نعيشوا ظروف اللي كانت قاسيه، مره ناكلو مره لا. وانا صغيره كنت كتقول لي ماما اليوم غادي نطيب واحد الاكله اللي ما غاديش تعجبك، وكنت كنصبر ورغم السن الصغير ديالي. اما خويا اللي كبر مني بدا كيخرج للسوق كيبيع البلاستيك، اولا الصباح بكري كان كيمشي للمارشي كيلقط الخضره وكيجيبها لينا غير باش اننا نعتقوا راسنا ناكلو. حتى لواحد النهار غادي تجي واحد المراه عند ماما وسولتها واش بغيتي تخدمي، وهنا غادي ندخلوا لاصعب مرحله اللي فيها ماما غادي تقرر باش انها تخدم وما عرفاش كيفاش دير ليا انا اللي كنت صغيره. والساروت ديال الباب ما كنتش حتى كنقدر انني نوصل ليها باش نحل باب الدار. بعض المرات كنت كنجي من المدرسه كنت كنتسناها في الدروج، مره كتجي مع 7 مره مع 8، وكاين بعض المرات ما كتجي حتى ل 11 ديال الليل. واذا كان عندي نص نهار فارغ كانت كتديني معاها، وكان كيضرني خاطري فاش انني كنشوف بنيتات صغار كيعنقوهم بواتهم فاش كيدخلوا وكيعطيوهم الحنان ومفاهمين. اغلبيه الوقت كنت نبقى مع ماما في الكوزينه، وكنت كندير راسي بلي انني فرحانه باش ما نشغلش بيا ماما، ورغم اني عشت ظروف كبر مني وصعب عليا. باقا نعقل انني مشيت معاه تخدم عند شي ناس، وكان عندهم واحد الراجل اللي كان تيقول ماما غير خلي بنتك حدايا بيد ما ساليتي الشقه ديالك في الكوزينه. كان تيمثل قدامها بلي انه تيلعب معايا، غير هي كتمشي للكوزينه كيتحرش بيا بطرق مختلفه
اللي ما نقدرش نقولهم. كنت نحاول انني نتهرب منه، ولكن ما كنتش كنقدر نقولها لماما، حيت كنت كنخاف انها تفقد هذه الخدمه ديالها اللي موكلانه بها بسببي انا. وقت ما داتني عند هاد الناس كنت كنبقى لاصقه حداها، وكان هذا الراجل تيعيط ليا اولا كيدير لي حركات من بعيد وكنت كنتجاهلو. ويا ما عشت لقطات من التحرش والجوع عند بعض صحابات البيوت. غادي يجي الصيف وغادي نولي نجلس عند خوالاتي، كنجلس مع ولادهم كنلعبوا. غادي يسالي وغادي تجي وقت القرايه من جديد، ونفس السيناريو نتاع المعاناه كيتعاود، لدرجه انه شي مرات كنت كندير راسي مريضه باش تسد عليا ماما غير في الدار وما نبقاش نتلاوح نتسناها في الزنقه اولا نمشي معاها ونطيح في شي تحرش اخر. وانا صغيره عشت حياه صعيبه وعرفت الرجال شنو كيسواو. بقيت مستمره في نفس الحاله حتى وصلت للاعدادي، وهنا مره اخرى حياتي غادي تبدل 360 درجه. قمر اللي كانت كتخاف الله وكتصلي وعزيزه عليها ماماها غادي تبدل. كبرت والحجم ديال الجسم ديالي كان كبر من سني، وانا ذا كانت المدرسه بعيده عليا ب30 دقيقه. خويا كان قبيح بمعنى الكلمه. في هذا الاثناء ماما كانت مستمره في نفس الخدمه عند الناس، غير هي غادي تصاب بداء السكري. انا هذه الفتره غادي نتعرف على بنات اللي كانوا فوق من السيطره ديال والديهم، غادي نتصاحب معاهم، حتى وليت كنكذب على ماما استعمال الزمان ديال الاعداديه، وليت كنلبس لباس غير محتشم، وليت ضروري قبل ما نخرج ندير المكياج. من 8 12 كنمشيو بعض المرات للقهاوي ديال الشيشه اولا كنجلسوا مع الدراري. انا كنت باغا انني نعيش ديك الحياه غير باش ننسى الواقع المر مناش دزت وفاش عايشه. داز شهر، شهرين، 3 شهور، 4 شهور وانا ما كندخلش نقرا. وهنا المدرسه غادي تصيفط استدعاء لماما على الغياب ديالي. غادي تمشي للاداره وغادي تكتشف باللي انني كذبت عليها في النقطه نتاع الدوره الاولى اللي كانت تحت المعدل، وكنت قلت لها باللي انه فوق المعدل زائد الغياب نتاع الدوره الثانيه. فاش سولتني شنو هاد الشيء بقيت غير تنبكي وكنطلب منها السماحه. غادي تنتفني وسط الاداره وضربتني، وانا كنغوت عليها وكنقول لها ما تضربينيش. خرجت هربت ومشيت جبت واحد الدويره مع دوك البنات ورجعت للدار. لقيت ماما كتسناني ومسكينه محطمه وسخفانه. بقيت عليها غير ما تخافيش راني غننجح غادي ننجح. انا ذاك صديقات السوء كانوا معمرين لي عقلي بلي انه ما عندك ما ديري بحتى شي قرايه، وليت ما مسوقاش لماما. سالت القرايه لقيت راسي ما ناجحاش وكنت عارفه هاد النتيجه. ماما فاش ساقت الخبار غدوز عليا اكفس عطله ديال الصيف، خصوصا فاش عرفت باللي انه الغياب ديالي مراه صديقات السوء. لكن عمرها ما عرفت اللباس اللي كنت كنلبس ولا حتى خروجي مع الدراري او لا نمشي للقهوه ديال الشيشه. هذيك العطله غادي ندوز وسط حبس، وليت كنتخاصم معاها غير باش نخرج حتى شكات واش وليت كنتعاطى. وصراحه كانت هذه هي الحاجه الوحيده اللي ما عمرني ما درت. عمرني جربت شي نوع من انواع الممنوعات حيت كنت كنخاف منها بزاف. غادي توصل بهم الدرجه باش انهم يديوني عند الطبيب باش يتاكدوا واش فعلا ما كنتعاطاش. وانا غير بقوه هذاك الزيار ما بقيتش مستحمله الدار، ولات كتجيني العيشه مع دارنا كئيبه، وبلي هذوك البنات هما اللي مزينين لي حياتي، هما اللي عاطين ليها طعم. طلعت للثامنه وقلت صافي غادي نجمع راسي وغادي نقرا. دوك البنات غادي يتحولوا وما بقيتش معاهم مزيان. وليت كنخرج مع بنات نقيات ونجحت هذاك العام، وبديت كنرجع الثقه ديالي في ماما ورجعت نصلي. في العطله غادي نختار باش انني نخدم معاها عند واحد المراه حيت كنت محتاجه انني نجمع الفلوس باش نشري الكتوبه ديالي ونعاونها على المصروف. صراحه غادي يدوز عليا العذاب والتكرفيس. العطله كلها ضربت عندها تماره عند دوك الناس وما عطاونيش مصروف مزيان. وفاش قربت نسالي مولات الدار عيطات على ماما وقالت لها راه بنتك سرقات حوايج بنتي، وانا عمرني ما سرقت لها شي حاجه. المهم غادي نطلع للثالثه اعدادي، وهنا غادي تبدا قصه من مرحله واحده اخرى.